نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاع النهارده. بس انا دلوقتي الصبح هنعمل النهارده فطار وغدا مع بعض. طبعا ده اول مره اعمل معاكم الفطار، فزي ما احنا شايفين كده طبعا الاكله بتاعتنا الشعبيه اللي كل الناس بتفطر بيها الفول والطعميه الصبح. تمام. اول حاجه هنا فضينا بقى الفول ده من عندنا، مش بنشتريه من بره ولا اي حاجه، الفول من عندنا. تمام. من عندنا ازاي؟ لان احنا بتوع فول يا جماعه. تمام، عرفتوا بقى السر؟ احنا بنبيع فول. مش احنا يعني، جوزي وسيلفي هما اللي بيبيعوا فول يعني وكده في محل. فلو حابين بقى ايه عايزين تدوقوا الفول بتاعنا ده، قولولي بقى في الكومنتات. عايزه اقول لكم فول طعمه جميل جدا بالزيت الحار بقى والطحينه، واقول لكمش. تعالوا بقى نخش في الفيديو. فضيت الفول في الطبق او في الطاسه بتاعتنا عشان خاطر نسخنه. وهنا كانت الطعميه عجينه، فعملت ايه، فقشت كده عليهم بيضتين. الطعميه دي بالبيض بتبقى هشه جدا جدا، وطعمها جميل احسن من انك انت تجيبيها مقليه من بره. تمام. خلاص. فزي ما قلت لكم حطيت هنا بيضتين 3 حسب كميه الطعميه اللي انت حباها. خلاص، تعالوا بقى نكورها ونحطها على طول في الزيت. معايا هنا طاسة حاطة فيها زيت، وزيت يكون كتير شوية. واول ما الزيت بتاعنا يسخن هنزل كده بالطعمية بتاعتنا. مش هعملها بايدي ولا اي حاجة، هي كده بالمعلقة زي ما احنا شايفينها كده، وهتشوفوا شكلها برضو هيبقى عامل ازاي. طعمي بظهر المعلقة كده، وببططها كده اهو بظهر المعلقة هتتكور معايا بالشكل ده. شايفين شكل الطعمية اخده لون ذهبي جميل جدا جدا. هنا معايا طبق حط عليه ورقتين او مناديل المطبخ اللي انت حابه تحطيه. هنا ما كانش عندي مناديل مطبخ، فاتصرفت حطيت كده ورقتين عشان خاطر اطلع عليهم الطعميه. ورصينا الطعميه بتاعتنا كده ايه في الطبق. كان الفول برضه اتسخن معاه. شايف شكل الفول يا جماعه؟ شكله كده ايه يفتح النفس. خلاص فضينا الفول بتاعنا في الطبق، وكمان قلينا الطعميه. تعالوا نشوف هنحط جنب منهم ايه. شايفين شكل الطعميه؟ طعمها كان جميل جدا جدا وخفيفة جدا يا جماعة. في ساعات بنجيب طعمية من بره بنلاقيها مسودة. آه بنلاقي يعني مش بتبقى اخده اللون الاصفر الجامد ده، لما اللي بنلاقيها كده مسودة وطعمها مش كويس. ده بيبقى حسب الزيت، ممكن يبقى هما عندهم الزيت بس ما بيكونوش مغيرينه الزيت، فبيقلوا فيه كذا مرة، فعشان كده ده بيسود الطعم. انما انت لما بتجيبيها تعمليها في البيت على ايدك كده هتطلع معاكي باللون والحلاوة والطعم ده. حطينا ايه كمان؟ حطينا عسل، وكمان فقشنا كده بيضتين عشان يلم. هحط عليهم بس ايه شوية ملح وشوية فلفل اسمر، وعلى طول على الطاسة بتاعتنا ونقليهم. خلاص عملنا البيض. تعالي شوف هنحط ايه. هنحط كده لانشون، معايا هنا لانشون. هنحط كده ايه كام واحدة كده. عايزة اقول لكم اللانشون زي ما اتحط رجع تاني، لاني مش بصراحة مفيش حد في البيت بياكل لانشون الا طبعا العيال وانا. العيال وانا، انما اللي في البيت ما بياكلوهوش على قد كده، او بمعنى صح ما بياكلوهوش خالص. كمان حطينا جبنه. الجبنه الصفرا دي يا جماعه تحفه. عايزه اقول لكم اخده من الطعم الجبنه الرومي، فطعمها جميل جدا. شايفين بقى طعميه فول وعسل وبيض ولانشون وجبنه. ده كان الفطار بتاعنا. تعالوا بقى نسمي الله وبرضه نخش على طول كده يا ام مروان. لا احنا خدنا ريست، وكمان رحت جبت الاولاد من المدرسه وكل حاجه، وجيت هنا ايه احضر الغدا. برضو معايا هنا لحمه هسيبها لغايه تتشوح، ومعايا بصلتين، ومعايا 3 فصوص من الثوم، وطماطمايه كده متقطعه 4 تربع، وحطينا فلفل اسمر وملح وكزبره ناشفه. ومش هحط توابل كتير عشان عايزه اللحمه بتاعتنا تاخد من الشوربه بتاعت اللحمه، تبقى ما فيهاش توابل كتير يعني. تمام. زودنا اللحمه وسيبناها كده ايه على النار تعيش حياتها.
معايا هنا كنت برضو اخدت 3 قطع كده او حتتين من اللحمة اللي بتاعتنا وقطعاهم مكعبات صغيرة، وسبتهم برضو حطيتهم في الحلة وشوحتهم من غير ما احط اي حاجة لا ملح ولا بهارات. واول ما اللحمة بتاعتنا دي اتشوحت، معايا هنا بصلاية كبيرة مخرطاها بالشكل ده مكعبات صغيرة ونزلت عليهم باللحمة. هتبلها مع اللحمة وهنزل بالمية المغلية برضو على مكعبات اللحمة دي، وهسيب اللحمة دي لغاية ما تستوي. شايفين كانت زي ما قلت لكم اهي دخلت في السوا او استوت تماما اهو، شايفين بتقطع ازاي بكل سهولة. هعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. ضربة طماطم في الخلاط، لان احنا هنعمل ايه، بطاطس باللحمة بس بطريقة تانية. الطريقة دي جميلة وسهلة جدا عما انك تعمليها في الصينية. هنا كانت خلاص الطماطم بتاعتنا اتسبكت في اللحمة. معايا مكعب من المرقة دي مرقة ماجي، ما بنستخدمش غير مرقة ماجي لان طعمها بيبقى جميل في الاكل، وقلت لكم قبل كده انا بستخدم مرقة ماجي لان بتدي طعم جميل في الاكل. حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون، حطيت كزبرة ناشفة، ونقلب بقى البهارات بتاعتنا دي في التسبيكة. وبعد كده زي ما قلت لكم مقطع البطاطس مكعبات بس ما ترفعهاش قوي، تمام، عشان ما تتهريش منك. وانتي لما تيجي تستوي قطعيها مكعبات بس مكعبات تبقى تخينة شوية. طبعا حسيتي بان هي لسه عايزة شوربة فهزودها شوربة. ما عندكيش شوربة تقدري تعمليها كده ومن غير لحمة خالص، تقدري تعمليها بنفس الطريقة بس من غير اللحمة وتزودها مية عادي مفيش اي حاجة. هنا كان عندي شوربة فهزودها شوربة عشان تدينا طعم احلى واحلى. شايفين لون الشوربة جميل ازاي، طعمها برضو جميل لان احنا ما كترناش توابل. خلاص كده نسيب البطاطس بتاعتنا، طبعا اللحمة مستوية وكل حاجة، هنسيب بس البطاطس لغاية ما تستوي. طبعا هنطبخ الرز، والرز كلكم عارفين انا بعمله ازاي. بحمر الاول شوية رز واول ما يصفروا بنزل عليهم بالشعرية، كمية الشعرية اللي انت عايزاها للرز، وبرضو بستنى لغاية ما الشعرية تحمر وبنزل عليها بباقي الرز. ده كده كان خلاص الاكل بتاعنا استوى. شايفين بقى الجمال، البطاطس بتاعتنا استوت واللحمة كمان مستوية، طعمها كان جميل جدا، طريقة سهلة جدا جدا جدا. والرز بشعرية بتاعنا الجميل مفلفل، والشوربة واللحمة